السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية للإخوة والأخوات وإلى جميع متابعين قناتنا، أسعد الله مساكم. القضية ديال القجع والتواطؤ ديالو مع قصامة اللي كانوا يعرضوه في الزريبة ويعمروا ليه جيوبه بالفلوس، وداروا المستحيل باش يمنعوا الجزائر من التأهل لكأس العالم، حيث الدولة ديال الزريبة اللي عندها 12 نقر ديال العهر والبغاء، المشكل ديالها الوحيد في حياتها هي الجزائر، ولات عندها عقدة نفسية من شي حاجة اسمها الجزائر، وحنا ليهم في الحلق سياسيا واجتماعيا وثقافيا وعسكريا وحتى رياضيا، ولاو كيخسروا الفلوس كبيرة يشريو بها الدمم باش يقسيو الجزائر من الكرة، وشعبهم الفقير اللي قتلهم الجوع وما لقاوش حتى فين يسكنوا وما لقاو ما ياكلوا، ما قدروش يخسروا عليهم الفلوس ويوفروا لهم العيش الكريم. خرج واحد الصحفي مغربي هضر على هاد القضية ديال تواطؤ القجع مع الحكم قصامة، وفرشخ ليهم الرمانة وكشف ليهم العرض ديالهم. نقراو عليكم اش قال هاد الصحفي اللي هو الحسن الحياني. يقول: في هذه القنبلة جميع ما كسبته الوداد في عهد النصيري باطل في باطل. تحرياتي وخبرتي تحتم علي القول احتراما للحقيقة وللتاريخ، لهذا أنا أدعي وأتحدى من يواجهني، وأراهن بحريتي وأعلن إن جميع ما ربحته الوداد من بطولات في المغرب وخارج المغرب مع عهد ولاية النصيري ملطخ بالفساد. يعني الخوت كانوا يعطيو الرشاوي ويشريو الدماء باش يفوزوا في البطولات، ومن طريق غير مشروع بمال حرام. بالطبع الفلوس ديال الحشيش والغبرة، والقجع عنده يد كبيرة في هذه التجارة، حيث النصيري صاحبه ومن المقربين إليه. ويقول الصحفي: المال الحرام الذي صرفه النصيري على الوداد من أجل الحكام في المغرب وغير المغرب، كان يشري الحكام ود العبد. يجب أن يعرف القانون ينابيعه ومصادره. القانون عارف الينابيع والمصادر ديال الفلوس مني كتجي، اللي يسمح هذا القانون هو اصلا واحد منهم، والثروه ديالو كيجمعها من نفس المصدر. وكذلك يقول: سمعت يوما انه يسلم واجبات بعض الحكام العموله بالقيم المقترحه منهم قبل المباراه. انعم السي محمد من اجل اسكات القوانين على تلاعبه بقرارات حكام الكاف، حتى الكاف كانوا يعطيوها الرشوه. وكذا ما جاء به على المناصرين الوداديين وغير الوداديين خلال الرحلات الجوية لمشاهدة الوداد أو المنتخب، ومن أجل السيطرة على رئيسه في الجامعة المغربية فوزي القجع، حتى يحمي بيته من العصبة من الرياح الرقيبة العاصفة، وحماية دوره في الكاف، أو على جلب أحسن لاعبين في المغرب وإفريقيا والمغرب العربي إلى الوداد. ونتذكر أن الناصري منذ احتلاله للوداد لم يترك الفرصة لأي فريق في المغرب أن يسبقه إلا الأكبر اللاعبين في البلاد. وإن كنت أدعي الباطل عليه أو على غيره، ما على سيد الوكيل العام لأعلى سلطة في المغرب أن يدعو الوزير المدير الرئيس القجع أن ينظف ساحته من باب الخبرة الدولية أو من باب تحسين سمعة القضاء المغربي بواسطة القنوات القضاء الدولية، للاطلاع على جواز سفر الحكم الغامبي قصامة بكاري. هنا وصلنا لقصامة المرايقي والعلاقة ديالو بالقجع والنصيري والجامعة المغربية للكرة. الباسبور ديال قصامة معمر بتأشيرة دخول الزريبة، السيد كان داخل خارج عليهم ويعمر جيوبه من فلوس الشعب المقهور. كان يمشي تما بالأسبوع بالأسبوعين، كالي شارب ناعس ما خصو حتى خير، ويجيب العائلة ديالو يدوزوا العطل تما، والقجع يحط ليه الشكارة. قلنا للاطلاع على جواز سفر الحكم الغامبي قصامة بكاري حتى يكشف قضاؤنا كم كانت تستغرق أيامه في المغرب، وأين كان يقيم، ومن كان يصحب معه من أفراد العائلة. كان يجيب عائلته تما يدوزوا الكونجيات وخالصة على الدولة المغربية، وخصوصا فترة علاجه السري ببلادنا. كان يمشي للزريبة يتعالج فابور، والشعب المغربي عيالاتهم كيولدوا في الشوارع. وسبق لي أن قمت بمبادرة زيارة للسيد الوكيل العام ولم أظفر باستقباله لي،
لسبب ما وقيل هو غير موجود. الصحفي مشى عند وكيل العام باش يفتح هاد القضيه على القجع والعلاقه ديالو بقسامه والرشاوي اللي كيداوه من المحكمه. باش تعرفوا الخوت، حتى العداله ديال العهر في الزريبه متواطئه، كلهم عصابه. ما بغاوش يكشف هاد التواطؤ اللي كاين بين القجع وقسامه باش الجزائر ما تعيقش بهم وما تعيقش بالشوهه ديالهم، خافوا لا تقلب عليهم الطاوله. لهذا هي العياشه السناغله، جميع الانجازات ديالكم كلها مبنيه على الرشاوي، التاريخ ديالكم كله مسخ، ما عندكمش حاجه صحيحه، والفضايح ديالكم تلقوا الريحه. ونتمنى من الجزائر تزيد تعصركم مزيان وتعاود لكم الترابيه قلال الحياه. الشعب كيعاني في بلادكم ومحروم من الحقوق ديالو وما عنده حتى شي حق من خيرات بلادو اللي كلها استولى عليها الشفار السادس والعصابه ديالو، والكره كيصرفوا عليها الملايير الدولارات باش يلهوا بها هاد الشعب ويبقى ديما حل فمو ويبقى ساكت على المعيشه ديال الدول اللي كيعيشها. الحيوان ما كيتقبلش هاد المعيشه اللي كيعيشها المواطن المغربي المطحون. اتحداكم يا العبيد الى تقولوا لي اش من حياه كريمه وفرها لكم هذا اغيول السادس اللي كيسمي راسو بامير المؤمنين. يلا اعطيونا حاجه وحده وفرها لكم وفرحكم بها. والله ما كاين، وفر لكم غير الخلا والدرا، ومؤشر الفقر باقي كيزيد اكثر واكثر. هاد الشيء اللي وفره لكم. حتى ولا البنادم قدو قتل بغل باش يجيب ما ياكل، خاصو يضحي بمرته ولا يضحي ببنته باش تجيب له ما ياكل. البنادم خاصو يضحي بالشرف ديالو باش يعيش في هاد البلاد اللي تعتبر من اغنى الدول في العالم. انواع المعادن موجوده تما، ولكن الشعب ما عندوش حق فيها، كلها كيملكها واحد الشخص واحد فقط اللي هو هوبل السادس الاله الاعظم اللي عياشه. المهم العصابه التابعه لإسكوبار السادس اللي هما اكثر من 180 شفار داخل الحكومه المخزنيه، والقائمه مازال طويله، والقجع واحد منهم اسمه مذكور ومقيد تما. وهوبل السادس ما عنده ما يدير ليهم حيت هو القائد ديالهم وزعيم العصابه، وهو العقل المدبر، وحتى العداله اللي كتحكم على الناس باسم صاحب الدجاجه ما عندهاش الحق تحاكم هاد الناس، حيت الاحكام ديالها كلها كتجي من عند اسكوبار السادس. اما هذاك الناصري والغديوي استعملوهم كيفاش فداء فقط، ضحوا بهم باش يغطيو على المجرم الكبير الملك البلاد والعائله ديالو وصحابه، والعمل ديالهم الموسخ يبقى ديما متواصل باسم اماره المؤمنين. هادو هما اللي كيسميو رسالهم بالعلويين، افعالهم كلها خبيثه معروفه منذ القدم. سيروا رجعوا للتاريخ ديالهم وشوفوا جدودهم اش داروا، كلهم كانوا مجرمين في حق شعبهم، ما فيهمش واحد يصلح، مجرد عملاء وخونه وقواده وشفاره، ولعنه الله تبعهم الى الابد. وديما قبل ما نختم الفيديو خاصني ضروري نشكركم على الانجازات ديالكم العظيمه، ونقول لكم اتشفوا عليكم وعلى اللي تبعكم، ولعنه الله عليكم منكم الاحياء والاموات. هذا اللي نقولها لكم. هذا هو الفيديو ديال اليوم الخوت، تحياتي للجميع ولقاؤنا في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.